المثالية في وضع سيكون من الصائب وصفها بملكة السلع، الحياة النردية الحرة والمجتمع الأخلاقي والسياسي. تؤدي المرأة دورا حياتيا ومصيريا من حيث أخلاقيات وجماليات الحياة على ضوء الحرية والمساواة والديمقراطية، كونها العنصر السياسي للمجتمع الأخلاقي والسياسي، وأن علم الأخلاقيات والجمال جزء لا يتجزأ من علم المرأة، ولا جدال بشأن أن المرأة ستحقق انفتاحا وتطورا عظيما في جميع الميادين الأخلاقية والجمالية كقوة فكرية وتطبيقية على السواء بحكم مسؤوليتها الثقيلة في الحياة. فأواصر المرأة مع الحياة شاملة أكثر بكثير مقارنة مع الرجل، ورقي البعض العاطفي متعلق بذلك. بالتالي علم الجمال موضوع وجودي بالنسبة للمرأة، كونه يعني تجميل الحياة ومسؤولية المرأة أوسع نطاقا على الصعيد الأخلاقي أيضا. أن تصرف المرأة بمزيد من الواقعية وروح المسؤولية على الصعيد المجتمع الأخلاقي والسياسي أمر نابع من طبيعتها، وذلك من حيث التقييم والتشخيص والقرار الجوانب الحسنى والسيئة من تعليم الإنسان وتربيته وأهمية الحياة والسلم. وأتوجه بتحية من قلب إلى القائد العظيم الذي قاوم بفكره وفلسفته من أجل أخوة الشعوب ومن أجل العدل والمساواة، وبالخاصة كمرأة نحن كدورنا نقدم أجمل التحية من كل قلوبنا، لأن القائد هو الذي أدعم المرأة بشكل عام كمرأة عربية. واستطاعت المرأة من خلال قوته وصموده أن تستمد هذه القوة من خلال قوة القائد، وجعل من نفسه يا من جعل وراء القضبان في سبيل حرية المرأة من أجل الدفاع عن قضيتها.